السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. بصوا البسكوت التحفة الاقتصادي ده، بسكوت جميل جدا حلو قوي مع في كوباية شاي كده هوت بالليل في الساعة دي. حاجة جميلة قوي، حاجة حلوة خالص. بسكوت بالبرتقال، عملته بالسفندي وقشر السفندي، لكن ريحة وطعم تحفة بجد. عشان نعرف معمول ازاي اتفرجي معايا لاخر الفيديو، وما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وما تنسيش اللايك لو سمحتوا. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب سفنديه، هاخد قشرها وهاخد السفندي ذاته بس هشيل منه البذر، منزوع البذر. في خلاط هضرب السفندي ده بربع كوبايه ميه كده اهوت، عشان خاطر عايزه اخد العصير بتاعه، عشان بعد كده هصفيه الاول. هنصفيه نص كوبايه عصير برتقال، هنحطها رجعها تاني في الخلاط. هنحط قشر السفندية، هنحط نص سكر ونص زيت، كيس فانيليا سايلة او فانيليا من دي ما تفرقش، وهضربهم كويس في الخلاط. بولة هنحط نص كيلو دقيق بما يعادل باكو بيكنج باودر، ومعلقتين كبار نشا، معلقة 2. هنقلب المكونات الجافة مع بعضيها. ملح، رشة ملح، هننزل خليط هنعجنه. كده بصوا حلوه، شايفين ازاي ريحتها جميله قوي. دلوقتي نشكلها على طول بقى. هنحط كده على طول ما بين كيسين نايلون. عندك نفش السيليكون ده حلو قوي، هينفع هيبقى احسن. ما عندكيش حطيه ما بين كيسين نايلون. كده هتفرديها وتحاولي تخلي البسكوت كله سوا واحد. افردي العجين كويس، ويبقى اي قطاعه عندك اعملي بقطعه. ما عندكيش قطعات بكوبايه بغطا ازازه، اي حاجه تقطعي بيها كده. نفس طريقه البسكوت ده ممكن تعمليه بدل البرتقال، ممكن تعمليه بلبن وتحطي تبقى نص شوكولاته ونص ابيض، وممكن تعمليه بميه وخلاص مع حبه فانيليا برضو هيبقى طعمه حلو وريحته حلو. ممكن تحطي عليه ينسون، ممكن تحطي عليه اللي هو الشمر. ممكن بسكوت بحبه البركه يطلع تحفه وجميل. اي حاجه الطريقه دي يعني تنفع اي نوع بسكوت واي حاجه، وباي قطعه تقطعيه وهيبقى حاجه حلوه كده لولادك في الشتا ده، وساعة مع كوبايه لبن
شاي بلبن كده هوت بالليل، حاجه جميله خالص. هنا هنقطعوه بالقطعات الموجوده عندي دي، قطعات ارقام. اي نوع قطعه بقى تقطعيها، وهتطلعي كويس من على المفرش السيليكون، هيطلعلك بسرعه، او من على المشمع برضو هيطلعلك بسرعه ومش هيضايقك في حاجه. هتقطعيه كله. هنا سرعت الفيديو عشان ميبقاش طويل عليكم. ما تنسيش تحطي لي لايك عشان الفيديو يترفع. الفيديوهات واقعه مني الفتره دي، بالله عليكم عشان الفيديوهات تترفع وعشان القناه تمشي. كده بعمل بقطعات الارقام، قطعت شكلها حلو كده. هنا هنكمل العجين كله بنفس الطريقه، هتفرديه وتقطعيه باي نوع قطعه عندك، مش هتقول لا، مدور، قلب، مربع، اي نوع قطعه عندك. هنخلص الكميه كلها وهتخبزيه في فرن مسبق التسخين على 180 درجه، مش هيقعد 10 دقايق. واهم حاجه احنا قلنا في البسكوت ما تعجنيش كتير، يا دوبك تلميه بس. كده هو طالع من الفرن، اشكال كذا شكل وكذا حاجه كده اهوت، بس طلع حاجه جميله خالص. وريحته بقى ريحه البرتقال السفندي، كانت قلب الشقه اهو. حاجات حلوه لولادك يحبوها، يقعدوا يرقشوا فيها. بصي منفوخ وحلو ومقرمش كده اهوت وجميل، حاجه جميله خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وما تنسونيش في اللايك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.